الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني احنا مش هكون أحسن من الناس اللي فاتت قبل كده علشان خاطر الشتائم اللي بتقيل لنا في نهار رمضان وفي ليل رمضان وفي شهر رمضان الكريم وغير رمضان. كمية شتائم وكلام، يعني الحمد لله على قدر الله على كل شيء، بس هي عند الله تعالى. هي عند الله تعالى، سواء بقى من اعلام السامسونج زي نشأة الديهي، او من اللجان الالكترونيه بتاعه عبد الفتاح السيسي على الفيسبوك او على تويتر او على اليوتيوب، ايا كان، يعني في كل مكان. يعني ربنا يهديهم، والله لا املك لهم الا ان اقول ربنا يهديهم. ربنا سبحانه وتعالى قال عن هؤلاء في آية قرآنية صريحة لما وضح الحق وضوح النهار والناس رفضت ترى الحق او رفضت ان هي تؤمن بالحق، فربنا انزل فيهم آية قرآنية صريح من الله الرحمن الرحيم: ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون. سبحان الله، يعني هو عارف، لو شوف الحق واضح، لكن ربنا يعلم ان لا خير فيه، ان لا خير فيه. انا اسف طبعا ان انا المقدمة ديت بكلمكم عن حاجة شخصية، لكن نسأل الله عز وجل ربنا يهديهم، ربنا يهديهم. نروح بقى لشيء مهم جدا جدا، وقصه التريليون جنيه. تامر امين قال لك بعد العيد هكلمكم عن ليه المصريين ما بياكلوش حشرات. انت كمواطن بتلاقي السيسي حلال عليك، والله العظيم من جوه قلبي حلال عليك انك عايز تاكل حشرات وورق شجر ورجول فراخ. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بدأت أصداء تعويم الجنيه المصري تظهر على الأسعار. تخيل، مصر دي بلد ظريفة ولطيفة والله، وسواء أنت مؤيد أو ضد عبد الفتاح السيسي، إنك أنت يعني هنبقى ماشيين مع بعض على تراك واحد في الجزئية دي بالذات. أنا بستغرب حقيقة، بستغرب لما يتم تعويم الجنيه امبارح بالليل والناس بتفطر، فالمصريين يصحوا الصبح النهارده يلاقوا الاسعار غليت. كان مشتريها قبل كده جمله ب 90 قرش، فبعد ما التعويم حصل يروح يشتريها بجنيه وربع. لا، هو هيديلك دلوقتي بجنيه وربع بسعر التعويم الجديد. انت فاهم قصدي؟ طيب طبعا ده برضو اشكاليه كده اقتصاديه في مصر، وطبعا بيترتب عليه المواطن هو اللي بيدفع الفاتوره. يعني في الاخر انت كمواطن انت اللي بتدفع الفاتوره، انت بتدفع فاتوره الغلاء. هو عبد الفتاح السيسي زي ما قلت لكم في فيديو امبارح بيعتمد على هذه الجزئيه. لم يعد لدى عبد الفتاح السيسي اي حلول. كل حلول عبد الفتاح السيسي قضيت خلاص. هو كل اللي امام منه ترفيس، بيرفص. عارف انتوا اللي بيرفص كده في الميه؟ هو بيرفص فقط لا غير. هو بيرفص بس مش اكتر، زي ما بقول لك كده حلاوه روح، لا اكتر ولا اقل. هو خلاص هو مزنوق زنقه مش كويسه خالص. البورصه المصريه النهارده اوقفت التعامل في بيع شركه باكين. ليه بقى؟ لان بقول لك الامارات، بقول لك علشان كده ليه بدات الفيديو بقول لك ان الناس قد جمعوا لهم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. لان لما اتكلمت امبارح عن باكين وعن تعويم الجنيه، سرب من الانصار السيسي بكلام، يعني الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. النهارده البورصه اوقفت التعامل بباكين. ليه؟ لان الامارات بتتلاعب بعبد الفتاح السيسي، بتتلاعب بيه فعليا. بتشتري البتاعه بالجنيه المصري وبأقل من سعرها في سعر 2007. يعني في عام 2007 كان سعر السهم في شركة باكين أعلى من السعر الحالي. لكن ما علينا، مش دي جزئيتنا. نروح لقصة التريليون جنيه اللي راح فين من الخزينة المصرية. النهارده خرج وزير المالية محمد معيط وقال لك إن حجم المصروفات في الميزانية الجديدة 3 تريليون وفاصل 100 مليار جنيه. 3 تريليون و100 مليار جنيه. طيب ده حجم المصروفات. حجم الايرادات اللي دخلت لجيب الدوله ايه؟ 2 تريليون جنيه. يعني في تريليون و100 مليار جنيه عجز في الميزانيه. طيب التريليون و100 مليار جنيه دول راحوا فين؟ في الفناكيش اللي معاليك بتشوف، في الفناكيش اللي حضرتك بتشوف. بالاضافه الى ان البي لما وقف الاستيراد وعلشان يحافظ على الدولار، اهو السيسي وقف الاستيراد ليه؟ علشان يحافظ على الدولار. اي مستورد بيستورد بايه؟ بالدولار. وبتاخد الدولار ده منين؟ من اللي انت حاطه رصيدك في البنك، صح؟ كرجل اعمال كمستورد. السيسي وقف ان يديك دولار اصلا عشان يحافظ على شويه الدولارات القليله اللي متبقيه عنده. فايقاف الاستيراد ده ترتب عليه ايه؟ ترتب عليه زياده الاسعار اللي في مصر.
بالاضافه الى ان في بعض المواد الخام بنستوردها اللي هي ما بقتش تيجي عشان السيسي مش عايز يدي دولار. المواد الخام دي بتدخل في عمليات الانتاج وبتبقى منتج وبيتم تصديره، فبيزود لك الصادرات عندك. ده برضو وقفت، دي كمان وقفت. فكل ده ترتب عليه ايه؟ ترتب عليه عجز كامل في ميزانيه الدوله بتريليون و100 مليار جنيه. حط عليهم الصرف في البذخ. زي ما نيويورك تايمز قالت على السيسي هذا الرجل يصرف في البذخ، في الرفاهيه. حط عليهم الصرف في البذخ، الصرف في الفناكيش مثلا. زي ايه؟ زي ان انا اعمل اكبر نجفه في العالم ب 50 مليون. ليه ان انا اعمل اكبر نجفه؟ يعني ليه ما اعملش اكبر مصنع مثلا؟ ليه ما اعملش اكبر مساحه زراعيه؟ ليه ما اعملش اكبر شركه؟ ليه ما اعملش اكبر مدرسه، اكبر مستشفى؟ ليه ما اعملش الحاجات دي؟ ليه؟ فهو العجز اللي حاصل في الميزانيه دي ايه؟ في مصروفات كتير. اشبهها لك بحاجه بسيطه، انت راجل بتاخد راتب مثلا 5000 جنيه شهريا بيخش جيبك، وعندك مصروفات ب 6000 جنيه. يعني انت بيجي لك راتب شهريا ب 5000 وبتصرف مصروفات ب 6000، فانت هتبقى كل شهر مديون ب 1000 جنيه، في نقص 1000 جنيه. صح كده؟ تمام. تخيل بقى ان انت بيجي لك راتب 5000، قمت انت عملت حركه في شغلك خليت نزل عليك خصم بقى يجي لك 3000، زي لما وقف الاستيراد، زي لما عمل في الفناكيش، فبقى بيجي لك 3000 دخل وعندك مصروفات ب 6000، في فرق 3000 جنيه. 3000 جنيه دول هتعوضهم منين؟ كحكومه هتعوضها منين الحكومه؟ من القروض. يعني هتضطر تقترض تاني، تقترض بقى من البنوك الداخليه، تقترض خارجيا، تقترض زي ما تحب. فده يزود عليك فاتوره الاقتراض، ويزود على المواطن المصري عبء الاسعار اكتر واكتر. وعجز الميزانيه ده معناه ايه؟ يعني لما يكون هناك عجز في الميزانيه بتريليون و100 مليار جنيه، ده معناه ان احنا مش موجودين، ان المواطن المصري مش موجود، ان الدوله اصبحت لا تنتج. الدوله اصبحت لا تنتج. لما يكون انا عندي مصروفات ب 3 تريليون فاصل 100 مليار، الايرادات 2 تريليون، الايرادات دول ضيف عليهم قناه السويس، ضيف عليهم 28 مليار دولار. المصريين اللي في الخارج، والله العظيم المصريين في الخارج دول هم اللي لولاهم ما كان لعبد الفتاح السيسي ان يجد دولارا واحدا. المصريين في الخارج الدولارات اللي بيبعتوها يا جماعه هي ديت اللي لغايه الان ساند الاقتصاد المصري، اللي هو عمرو اديب واحمد موسى كل شويه يطلع يتكلم عليهم ويقول لك شوف المصريين في الخارج ما تجوش مصر تاني، كأن مصر دي بتاعت الماما. مش فاهم انا المقصد. يعني ان في ظل التدهور اللي بيحصل ده، مين اللي شايل الفاتوره؟ انت كمواطن بتأيد السيسي، تمام براحتك. هو قال لك هتاكل رجول فراخ وتاكل اللهم صل على نبي الله محمد ورق شجر. تامر امين قال لك بعد العيد هكلمكم عن ليه المصريين ما بياكلوش حشرات. وهو انت كمواطن بتأيد السيسي حلال عليك، والله العظيم من جوه قلبي حلال عليك انك عايز تاكل حشرات وورق شجر ورجول فراخ، ما يخصنيش بتاعتك. لكن انا بتكلم في الشكل العام والاطار العام للدوله. الدوله عندها تريليون و100 مليار جنيه عجز في الميزانيه. هنعوضهم منين؟ من جيبك يا مواطن، من قوتك ومن لقمتك ومن اكلك يا مواطن. سلام عليكم.